اليوم رح يشهد عالم الساحرة المستديرة على واحدة من أبرز وأفضل المباريات اللي كل عشاق كرة القدم بينتظرها، واللي هي الكلاسيكو. هالكلاسيكو يلي بيجمع بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة. خلينا نحكي اليوم شوية معلومات عن تاريخ الكلاسيكو. لعب الفريقين 254 مباراة رسمية، فاز ريال ب 102 مباراة وفاز برشلونة ب 100 مباراة، وتعادل الفريقين ب 52 مباراة. أما على صعيد الأهداف فقد سجل الملك ريال مدريد 424 هدف، أما البلوغرانا برشلونة فسجلوا 415 هدف. وهلأ خلينا نحكي شوية مقارنات بخطوط اللعب. بالبداية راح نبلش بالدفاع. المقارنة اليوم راح تكون بين أنطونيو رودريغر ورونالد أروخو، وهالمقارنة راح تكون بس بالدوري الإسباني، يعني على صعيد المباريات يلي لعبت بالدوري الإسباني. لعب رودريغر 10 مباريات مقابل 5 مباريات لأراوخو، بمعدل دقائق بيبلغ 850 دقيقة لرودريغر مقابل 300 دقيقة لأراوخو. أما الافتكاكات الناجحة فكانت من نصيب رودريغر ب5 افتكاكات مقابل 3 افتكاكات لأراوخو. أما التمريرات الناجحة فرودريغر مرر 489 تمريرة ناجحة مقابل 248 تمريرة لأراوخو. أما الأخطاء المرتكبة فارتكب رودريغر 12 خطأ مقابل 5 أخطاء لأراوخو. بخط الوسط راح تكون المقارنة بين تشواميني وروميو. اللاعبين لعبوا 10 مباريات بالدوري الإسباني. دقائق اللعب لعب تشواميني 755 دقيقة مقابل 553 دقيقة لروميو. أما معدل قطع الكرات فتشواميني قطع 11 كرة مقابل 6 كرات لروميو. صناعة الفرص تشواميني صنع 5 فرص مقابل 4 فرص لروميو. تمريرات الناجحة تشواميني مرر 520 تمريرة ناجحة مقابل 443 تمريرة لروميو. بخط الهجوم رح تكون المقارنة بين رودريغو وجواو فيليكس. لعب رودريغو 10 مباريات بالدوري الإسباني مقابل 7 مباريات لجواو فيليكس. أما دقائق اللعب فلعب رودريغو 717 دقيقة مقابل 479 دقيقة لجواو فيليكس. على صعيد الأهداف سجل رودريغو هدف وسجل جواو فيليكس هدف. صناعة الأهداف رودريغو صنع هدف وجواو فيليكس صنع هدفين. أما بصناعة الفرص رودريغو صنع 12 فرصة مقابل 6 فرص لجواو فيليكس. المراوغات الناجحة نجح رودريغو إنه يعمل 17 مراوغة ناجحة مقابل 6 مراوغات لجواو فيليكس. وانتو حبايب قلبي اكتبوا لي بالتعليقات مين اللي راح يفوز اليوم وقديش راح تكون نتيجة المباراة.